أهلا بكم في قناة مصر أرض الحضارة. سنة 1936 اكتشف عالم المصريات والتر إمري واحدة من أهم مقابر الأسرة الأولى، وهي مقبرة الأمير سابو ابن الملك عيج إيب سابع ملوك الأسرة الأولى. ولكن ما أثار دهشة واستغراب علماء المصريات في الوقت ده هي قطعة غريبة موجودة وسط محتويات المقبرة تشبه المروحة. القطعة مش معروف إيه استخدامها وإيه سبب وجودها في المقبرة، ومش مكتوب عليها أي حاجة بتدل على استخدامها، ومفيش على المقبرة أي نقش بيدل عليها. وده اللي خلى العلماء يحاولوا يدوروا ويبحثوا عن طريقة استخدام القرص ده، وفي منهم اللي طلع بنظريات غريبة عن طريقة استخدام القرص، وهو ده اللي هتكلم عنه في حلقة النهاردة اللي أتمنى إنها تعجبكم. هو ده قرص الأمير سابو، واللي معروض حاليا في المتحف المصري في التحرير في صالة عرض آثار ما قبل التاريخ والعصر العتيق. القرص يعتبر لغز من ألغاز الحضارة المصرية اللي سابها لينا الأجداد، وده لأن محدش عارف استخدامه ولا حتى الطريقة اللي تم نحته بيها. وده لأن القرص من حجر الشيست، وهو نوع من الأحجار المسامية الهشة، واللي بيكون من الصعب نحتها وخصوصا بالدقة والبراعة دي، وده كان لغز بحد ذاته. بعض العلماء قالوا إن القرص ممكن يكون جزء من آلة قديمة تستخدم في ضخ المياه، وخصوصا إن المصريين قديما كانوا متقدمين جدا في الزراعة والري. وبالفعل تم استخدام طبعة ثلاثية الأبعاد وصنعوا منها نسخة طبق الأصل من القرص، واتضح ليهم إنه كان فعال جدا في إزاحة المياه وتحريكها، وإنه فعلا ممكن يكون القرص جزء من آلة ري. لكن النظرية دي بتخرج لينا بتساؤل تاني: لو فعلا القرص جزء من آلة ري، ليه اتحط في مقبرة الأمير؟ وليه ما لقيناش أي دليل على وجود الآلة دي؟ وليه مفيش أي جزء زي ده لقيناه في أي مكان تاني؟ لكن المؤلف السويسري إريك فون دانكن كان ليه نظرية تانية خالص، ولكنها نظرية مضحكة شوية. وده لأنه كان بيحاول ينسب القرص للكائنات الفضائية، وإن القرص كان نسخة من الحجر لمحرك داخلي لمركبة فضائية. ولكن برضه لو هو جزء من مركبة فضائية أو حضارة متطورة، ليه هيعملوا قطعة زي دي من حجر هش زي ده؟ ليه ما صنعوهوش من حجر قوي زي البازلت أو الديوريت؟ أما الفرنسيين كان ليهم نظرية غريبة شوية، وهي إن القرص كان جزء من مصنع، وإن المصريين القدماء كان عندهم تكنولوجيا متطورة، وإنهم كانوا بيصنعوا كربونات الصوديوم داخل الأهرامات باستخدام تكنولوجيا وتقنيات متطورة. وبعض العلماء بيقترح إن القرص كان جزء من ماكينة للغزل والنسيج، وإن الفتحات التلاتة اللي في القرص كان بيخرج منهم 3 خيوط، ولما يلف القرص يتكون خيط واحد أكثر قوة وسمك. ولكن النظرية دي بيتم رفضها لأنها شديدة البساطة، وكمان لأن القرص شديد التعقيد، ومش معقول إن المصريين هيصنعوا آلة معقدة زي دي لمجرد إنهم يصنعوا حاجة بسيطة زي الحبل والخيوط. وبعض العلماء قالوا إنه ممكن يكون مجرد عجل، ولكن الاقتراح ده بيواجه مشكلة كبيرة، وهي إن مادة الحجر هشة وما تستحملش الصدمات والضغط زي العجل، وكمان لأن العجلات ما ظهرتش في مصر إلا بعد 1500 سنة من تاريخ وجود القرص. وبعض العلماء بيقولوا إنه ممكن يكون قاعدة لمصباح زيتي، ولكن شفرات القرص بتدل إن كان ليها وظيفة محددة مش لمجرد الزينة. أما عالم المصريات سيريل ألدر بيقول إن القرص ممكن يكون ملحق لقطعة أخرى مرتبطة بيه، ولكن تم فقدها أو كسرت. وفي نظرية تانية بتقول إن ربما القرص كان متعلق بطقوس دينية. أما الرواية الرسمية اللي مكتوبة على بطاقة تعريف القرص في المتحف المصري فبتقول إن القرص ربما كان وعاء يستخدم في الاحتفالات الدينية أو الملكية، أو كجزء من وعاء كبير للقرابين، أو حامل لآنية أو سل. وربما كان هذا الوعاء مكون من جزئين ولم يتبقى منه سوى هذا الجزء فقط. أما المهندس الإنجليزي ويليام كاي بيقول إن ربما القرص كان جزء من مصباح زيتي عملاق ب3 شعلات، وإنه كان بيتم استخدامه أثناء أداء الطقوس الدينية، وتم وضعه على حامل بسبب ضخامته. ودي كانت أغلب النظريات اللي اتكلمت عن القرص وطريقة استخدامه، ولكن للأسف مفيش نظرية فيهم قدرت توصل لنتيجة نهائية عن كيفية استخدام القرص ده. وده لأن أغلب النظريات يا إما بتذهب لنتيجة مستحيل حدوثها في العصور السحيقة، أو بتروج لتأكيد رغبات فكرية شخصية بعيدة تماما عن علم الآثار. فمن المستحيل إثبات إن القرص كان جزء من محرك قديم، أو كان عجلة، أو حتى صنعه الفضائيين.
واللي كلها اقتراحات غريبة ومستحيلة. وعشان كده هتفضل الأسئلة موجودة لحد لما نلاقي الإجابة المؤكدة، واللي برضه مش هنلاقي الإجابة غير عند أجدادنا القدماء، وربما تظهر النتيجة في الاكتشافات المستقبلية. وعشان كده هيفضل قرص سابو قطعة فنية فريدة في علم المصريات، مش بس عشان تصميمه المذهل، لأ، عشان كمان إزاي أجدادنا قدروا يصنعوا قطعة معقدة زي دي بالأدوات البسيطة اللي كانت متاحة ليهم، وكمان من مادة هشة زي الشيست. وإيه هو دور القطعة دي اللي موجودة من 5000 سنة وهيفضل الغرض منها سر من الأسرار. وكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو اللي أتمنى إنه يكون عجبكم، وإني أكون قدرت أوصل لكم ولو جزء بسيط عن عظمة أجدادنا المصريين القدماء. وأشوفكم على خير قريب.